يتحصنون خلف نظام قبة حديدية وقضبان فولاذية وجدران اسمنتية على امتداد عشرات الكيلومترات. هم نفس الفئة، ما تغيروا من زمان. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. 1000 مقاتل توغلوا في 600 كيلومتر مربع، وأحكموا سيطرتهم على المقار العسكرية والأمنية خلال ساعات، لجيش يصف نفسه بالأقوى في المنطقة. الجيش الذي أشعل شرارة 5 معارك سابقة في القطاع لم يتجرأ على الهجوم البري في أي واحدة منها رغم امتلاكه العدد والعتاد اللازم لذلك، واكتفى بقصف البيوت من الجو على رؤوس ساكنيها. واليوم حرك مئات الدبابات نحو القطاع، واستدعى 350 ألف من جنود الاحتياط، ومعه دعم عالمي غير مسبوق. ومع ذلك لا يزالوا يقدمون خطوة ويسحبون الأخرى. يصف الله رعبهم من المؤمنين على مر الأزمان فيقول: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نعم، أمريكا أمدتهم بحامل الطائرات وبدعم لا محدود. نعم، دول الاتحاد الأوروبي تتسابق لنصرتهم. نعم، رؤوس الأموال العالمية في أيديهم، والإعلام العالمي في صفهم. ولكن هذا ليس كل شيء، لأننا نؤمن بأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن نؤمن بأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن نؤمن بأن الكلمة الأخيرة والكلمة العليا للمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأخيرا، تحية للصامدين والثابتين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.